أمس في حدود الساعة 14h30 جاتنا معلومة، فهمنا الآن وجود يعني عصابة مختصة في سرقات محلات سكنة ودراجات نارية متواجدة لهنا في صفاقس، ويقول هم أصيلين فهمت من ضواحي أرياف ولاية القصرين. خذينا الموضوع بأمور جدية. تنسقت مع سيد رئيس الفرقة الشرطة العدلية سي مراد بوعلي، ومشكور على ذلك فهمت الله في الحين فهمت الله كان معنا لهنا، وتوحدنا فهمت الله اليد في اليد نحن والسيد رئيس فرقة الشرطة العدلية رفقة زملائنا فهمت الله المركز. تعادنا بالموضوع، بدينا نتبعوا في الموضوع، وصلنا ل 11:30 نتاع الليل. 11:30 نتاع الليل فهمت الله خدينا الانديكاسيون فهمت الله الصحيحة. الصباح مع 8:30 تحصلنا عرفنا للدار، يعني من 2:30 ل 11:30 نتاع الليل، وزدنا وصلنا بالليل 8:30 9 نتاع الصباح فهمت الله عرفنا المكان بالضبط نتاع الدار. لمدنا مع بعضنا، توحدنا احنا ورئيس فرقة الشرطة العدلية، ومعنا رئيس مركز الشرطة البلدية نتاع قرمدة، ومعنا رئيس بلدية شرطة ساقية الزيت، مشكورين على ذلك رفقة أعوان وإطارات ومركز شرطة بلدية ساقية الزيت. وبعد استشارة سيد رئيس المنطقة فهمت الله، وكذلك باستشارة النيابة العمومية، تحولنا فهمت الله للمحل السكنة نتاع المضمون فيه الرئيسي. قمنا عملنا به نصب كمين ليه، وباستشارة النيابة العمومية تمت مداهمة المنزل، تم إلقاء القبض عليه. من ثم بالمزيد التحري معه في ظرف يعني وجيز لرفقة سيد رئيس فرقة الشرطة العدلية، نزيد نأكد ونعاود سي مراد. قعدنا يعني 15 مينيت فهمت الله، صلي يعني بها على الزملاء نتاعنا فهمت الله، توحدنا الناس الكل وتوجهنا لطريق قرمدة كيلومتر 11 فهمت الله عرفات، وعرفنا الدار وقمنا بمداهمة المنزل كذلك بعد استشارة النيابة العمومية يعني أذنتنا فهمت الله بالدخول. دخلنا للدار، تمت مداهمة المنزل هذا، لقينا 3 أنفار آخرين، وتم المحجوز، حجزنا يعني حوالي يجي 8 لفائف من القماش الرفيع. هذه تمت سرقته فهمت الله من مؤسسة تجارية. 2 حص على حجزنا 2 دراجات نارية نوع أوبيتو مبدئيا من طريق تنور مسروقين بالشحية مبدئيا، والبحث ما زال متواصل. كذلك حجزنا 8 قطاع تجهيزات صحية تمثل في قطاع السانيتير تاع البيوت الاستحمام، آلة وزن، مجموعة من قطاع الكاريناج تاع الدراجات جميع أنواعها نوعات الفيسبا. كذلك قمنا بحجز عدد 4 مانكات تاع محلات تجارية ذوكم يحطوا فيهم الملابس وكل شيء، وهو تقديم لهنا للمركز. وبدينا في الابحاث وانا تو مواصلين وماناش مروحين باش نقعدوا للصباح لين نواصلوا فهمت الله ونجيبوا النتيجه باش نخرجوا يعني القضايا الاخرين السرقات، ونجيبوا بقدره ربي فما كان خير ان شاء الله.
مريقي ارقد يا غالي.